في 2021 كلير كانت في طريقها لمدينة فينوس، ولما الدنيا بدأت تليل قررت تقف في موتيل عشان تبات الليلة دي. مفيش حد في الاستقبال، عشان كده كلير رنت الجرس اللي كان جنبه لازقة فيها 3 وشوش بتضحك. بعد شوية ظهرت شيل عشان تديها أوضة. كلير سألتها عن الطريق لمدينة فينوس، وشيل ورتها أسرع طريق وقالت لها إنها كبرت هناك. بعدين لما كلير كانت بتستريح حد خبط على بابها. صوت غامض سأل: هي باميلا هنا؟ كلير جاوبته إنه غلطان في النمرة. بعد كام ثانية نفس الشخص خبط على الباب تاني وسأل نفس السؤال. كلير اللي اتلخبطت بصت من العين السحرية بس ما شافتش حاجة، عشان كده فتحت الباب عشان تشوف في الطرقة. ما كانش في حد هناك فرجعت جوه. لما كلير كانت في الدش الباب اتفتح من بره. فجأة لفت وصرخت لما شافت بين اب جيرل. لحظات بعد كده كلير فاقت وهي مربوطة في كرسي في أوضة ضلمة ووسخة، وما كانتش شايفة كويس عشان ما كانتش لابسة نضارتها. لكن دولفيس ظهرت قدامها ورجعت لها نضارتها. لما دولفيس كانت بتلمس شعر كلير وبتبص فيها من قرب، كلير عيطت وسألت ليه اختاروها هي. دولفيس ببساطة قالت: عشان انتي هنا، قبل ما تطعنها. كلير فضلت تتلول كام ثانية قبل ما تموت. على أرضية الأوضة سكير كرو وبين اب جيرل كانوا بيحتفلوا بقتيلة تانية ببوسة. في الحاضر مايا كانت بتهرب من القتلة التلاتة وقدرت تقتل بين اب جيرل، اللي اتصدمت لما لقيتها هي شيل. استخبت ورا شجرة وفضلت تبص على سكير كرو اللي متعصب وبيضرب في حاجة بالبلطة بتاعته كذا مرة قبل ما يشيل شيل. بعد ما القتلة مشيوا في عربية نقل، مايا بدأت تلف لوحدها في الغابة. لحظات بعد كده مايا شافت عربية بوليس على الطريق وبسرعة استخبت. الشريف رودر عدى والحمد لله ما شافهاش. بعد ما العربية مشيت مايا فضلت ماشية لحد ما لقت كنيسة قديمة. لما دخلت جوه بصت في الجناب وخبطت البيانو لما قطعها جريجوري. اتصدم لما شافها لسه عايشة، ومايا كانت بتدور على أي طريقة تهرب بيها، بس هو كان سادد عليها الطريق الوحيد للخروج. جريجوري صب كاسين مشروب وهو بيقول لمايا تهدى عشان مفيش أقنعة هنا، مؤكداً إن هو سكير كرو. نخب المشروب بتاعه لشيل وقال لمايا تعمل نفس الحاجة لصاحبها اللي قتلوه التلات القاتل قبل كده. مايا قالت إنها ما كانتش تقصد تقتل شيل، بس جريجوري ما صدقهاش وجري وراها، فمايا هربت بأقصى سرعة ممكنة. في نفس الوقت رودر وصلوا اتصال عاجل من الاسم وعرف إن مايا اتخطفت. أمر رجالته يدوروا عليها في بيت البحيرة اللي كانت ساكنة فيه مع صاحبها في اللحظة دي. مايا خرجت من الغابة واتجمدت لما شافت عربية. رودر ركبها معاه وسمع قصتها عن مواجهتها للقتلة. شرحت له إنها عارفة هما مستخبيين فين، بس هتقوله بس لو وداها عند أختها. لما مايا طلبت تليفون رودر عمل نفسه مفيش شبكة هناك. بعد كده طلبت شنطة إسعافات أولية، فرودر خرج من العربية عشان يجيبها من الشنطة. مايا استغلت الفرصة وركبت مكان السواق وهربت. وهي ماشية في الطريق مايا سمعت في راديو البوليس إن البوليس لقوا جثث تانية، وعرفت كمان إنهم بيدوروا عليها، ففهمت إن رودر بيساعد القتلة عشان يغطوا على جرايمهم. مايا كانت بتفتش في العربية على أي حاجة مفيدة، عشان كده ما شافتش العربية النقل اللي جاية لحد ما فات الأوان. قدرت تتفاداها بس في الآخر خبطت في شجرة. في اللحظة دي ظهر سكير كرو وشد مايا من العربية. حاولت تقاوم بس ما كانتش قوية كفاية. سكير كرو رماها في ظهر العربية النقل وربطها قبل ما يدور العربية. لما مايا بصت حواليها لقت جثة شيل جنبها. على معصمها كان فيه وشم وش بيضحك. بعد كده فلاش بيك بيبين إن جريجوري هو ابن رودر. بعد ما جريجوري قتل زميلته في الفصل اسمها تمارا، القاضي كان عايز يبعته السجن، لكن القانون بيقول إن الشباب لازم يروحوا إعادة تأهيل، والشريف سجله نضيف. فالقاضي أعلن إن رودر هيحتفظ بحضانة ابنه، ولو جريجوري ارتكب جريمة واحدة تانية القاضي هيبعته السجن لحد ما يوصل 18 سنة. كام أسبوع بعد كده جريجوري قتل راجل ببلطة في الغابة، وشيل كانت بتبص من ورا شجرة. بعد كده ساعدته يغطي الجثة بورق شجر. بالليل رودر لقى الجثة وفهم إن ابنه فعلا عنده مشكلة، بس مرضيش يضيعه. بدل كده عرض عليه اتفاق. رودر هيغطي على كل جرايم القتل بتاعته، بس جريجوري مش لازم يقتل أي حد من مدينتنا، بس سياح. في الحاضر سكير كرو ودولفيس خدوا مايا وشيل للمخبأ بتاعهم. سكير كرو ودع شيل الوداع الأخير قبل ما يشغل فرامة الخشب اللي طحنت الجثة. مايا اتقهرت لما شافت الدم خارج من الماكينة وفضلت تعيط. ساعتها سكير كرو ضرب مايا بظهر الحكوش بتاعه عشان يغمى عليها. الصبح رودر كان بيفطر في مطعم بلدي لما فجأة جت أخت مايا ديبي مع جوزها هاورد والبودي جارد بتاعهم ماركس.
هاورد ورى لكل الناس صورة مايا وقال لهم إن صاحبها اتقتل في المدينة دي من زمان. إذن العيلة عايزة تلاقيها قبل ما يحصل لها نفس الشيء. كله فضل ساكت، عشان كده ديبي بقت تترجاهم على أي معلومة. واحدة نادلة قالت لها إنها قابلت مايا لما كانت بتاكل هناك من فترة، لكن الكل حكم عليها عشان اتدخلت، فعشان كده ما قالتش حاجة. بعد كده لما النادلة كانت في البريك بتاعها لوحدها، قربت منها ديبي عشان تقنعها تتكلم أكتر. الست شرحت لها إن الناس بتتقتل في المدينة دي من سنين، لكن عادة ما بيحصلش حاجة لأهل البلد. قالت لديبي إن رودر عارف كل حاجة بتحصل هنا، إذن هتبقى عنده المعلومة اللي محتاجينها. في الوقت ده مايا فاقت متضايقة ولقت سكير كراو بيرسم سمايلي على جلدها. الصدمة مع الحرقان خلوها يغمى عليها تاني. في طريقهم برا الغابة، مجموعة ديبي كانت ماشية ورا رودر اللي وصل بسرعة لمستودع الموتى. مساعد الشريف تومي وراه لجثث التلاتة اللي لقاهم في بيت البحيرة، وأكد له إنهم كلهم من أهل البلد. تومي عارف إن جريجوري اللي عمل كده عشان دايما كان بيساعد رودر، بس قاعدة ما تلمسش أهل البلد اتكسرت، عشان كده كان عايز يكلم شرطة الولاية. فجأة رودر طلع مشرط طبي وطعنوا بيه الراس تومي عشان يقتله. بعد كده حط جثة تومي في شوال وجرها لعربيته، ومجموعة ديبي لسه شايفينه. بعد شوية وقت فاقت مايا واتخضت من سكير كرو اللي طالع ماسك البنب جيرل من مكتب. في اللحظة دي مسك مايا اللي حاولت تقاوم بدون فايدة. سكير كرو غصب مايا تلبس الماسك وبدأ يمرر إيده على شعرها بلطف قبل ما يبوسها. مايا ضربته برجليها وخلعت الماسك، عشان كده سكير كرو خرج من الأوضة وقفل الباب. بالليل سكير كرو ودولفس جروا مايا للعربية وغصبوا مايا تلبس الماسك تاني، باين إنهم عايزينها تبقى هي البنب جيرل الجديدة. فلاش باك تاني بيبين إن من 12 سنة شيل وجريجوري كانوا مراهقين بيدوروا على ضحاياهم التانيين في محطات بنزين. شيل كانت جعبة، عشان كده دخلت الدكان عشان تجيب حاجة تاكلها. ولد قرب بسرعة وبدأ يعاكسها، لكن صاحبته اللي كانت متعصبة قطعته. وبينما الكابل بيتخانقوا، شيل رجعت عند جريجوري وحكت لهم اللي حصل. الكابل كمان خرجوا ولسه بيتخانقوا. في اللحظة دي جريجوري قال إنهم عجبوه. في الموتيل جريجوري وشيل طلعوا سكاكينهم وخبطوا على أوضة الكابل بيسألوا على تمارا. بما إن محدش رد، قرروا يكسروا الباب عشان يلاقوا إن البنت قتلت صاحبها خلاص. شيل وجريجوري بصوا لبعض بقرف قبل ما شيل تديها حاجة تاكلها عشان تعرض عليها تنضم لفرقتهم الإجرامية. في الحاضر العربية وقفت جنب محطة بنزين والتلاتة بيتفرجوا على ناس كتير رايحين جايين. لما دولفس وسكير كرو شافوا أخيراً كابل عجبهم، مشيوا وراهم للموتيل. دولفس قالت لمايا تخبط 3 خبطات، إذن مايا عملت كده قبل ما دولفس تسأل على تمارا. الكابل قالوا لهم إنهم غلطانين في النمرة، عشان كده قرروا نفس العملية. لما الكابل قالوا لهم لأ تاني، سكير كرو كسر الباب وزق الست في الحيطة قبل ما يضرب الولد، وأغمى عليهم هما الاتنين. دقايق بعد كده الكابل اتربطوا والست بتعيط وتترجاهم. سكير كرو بص فيهم كويس قبل ما يجر مايا لقدام. فك حبالها وقال لها تقتل واحد من السياح. مايا رفضت ورجعت لورا، عشان كده سكير كرو زقها وقتل الراجل قدام صاحبته. الولد مات بسرعة، بس سكير كرو فضل يضرب في الجثة مرارا وتكرارا. في اللحظة دي مايا استغلت الفرصة عشان تاخد سكين دولفس وتطعنها بيها. لما دولفس وقعت فضلت تخبط راسها في الأرض عشان تقتلها. دخل لها مصدومة. سكير كرو عجبه شغل مايا قبل ما يجرها ناحية الست اللي بتعيط، وقال لها تقتلها هي كمان. بما إن مايا لسه رافضة تأذي مدني بريء، سكير كرو مسك إيدها وغصبها تطعن الرهينة بتاعتنا. بعد كده رفع دقم الفضمية عشان يبص في عينيها وهي بتموت بالبطيء. سكير كرو سأل مايا عجبك الحال ولا لأ، وهو بيطلع السكينة، ومنظر الدم خلاها ترجع لورا تاني. بعد كده الاتنين مشيوا في العربية. في اللحظة دي رودر كلم جريجوري عشان يقوله إن عيلة مايا ماشيين وراه، إذن هياخدهم للمنشرة. فضل يلف لحد ما لقى مكان كويس عشان يخبي العربية وطفى النور. شوية وبانت عربية ديبي، بس ما قدروش يشوفوا عربية البوليس، عشان كده افتكرت إن رودر زود السرعة وقالت لماركس يكمل الطريق. في لحظة لقى الكرفان، وفي ساعتها ماركس شك عشان عربية رودر ما كانتش هناك. ادالها مسدس قبل ما يخرجوا يدوروا على رودر. ماركس دخل الكرفان وتأكد إن الدنيا أمان، بعدين قال لهم يدخلوا. حبسهم جوه وطلب إنهم يقفلوا الباب ويفضلوا في الكرفان على ما هو يروح يدور على رودر. بعد دقايق ماركس لقى منشرة مهجورة ولاحظ شنطة فاضية فيها دم على الأرض. لما بص جوه اتصدم لما لقى مكنة لسه شغالة ودم كتير على شفراتها. لما قرب يشوف لقى بقايا جثة. فجأة بان رودر في الباب ورفع عليه المسدس،
وأجبر ماركس يرمي سلاحه. لما بقى مش مسلح، رودر قتله بطلقتين وقفل المنشرة. في نفس الوقت سكير كرو ركن العربية النقل جنب الكرفان وربط مايا قبل ما يخرج. من بعيد كان رودر بيشوف كل ده. سكير كرو بدأ يلف حوالين الكرفان ويخبط على الباب ويخرف في الحيطان بمنشاره الكهربائي. فجأة كسر شباك والاتنين وقعوا من الخضة. كمل يكسر كل الشبابيك، وهاورد ضرب نار كتير من غير فايدة. ساعتها سكير كرو رجع ركب في العربية النقل وساق بسرعة لحد ما خبط الكرفان اللي وقع على جنبه. الإزاز جرح وش هاورد جامد، وديبي قالت له لازم يهربوا. بس في اللحظة دي سكير كرو دخل الكرفان. هاورد حاول يضرب فيه مار بس ما كانش عنده طلق، عشان كده سكير كرو خلص عليه بالمنشار. بعد دقايق مايا اتصدمت لما شافت سكير كرو خارج من الكرفان ومعاه ديبي. بص في عينين مايا وهو بيطعن أختها، لكن رد فعل مايا الوحيد كان الرعشة والبكا. بعد كده سكير كرو جاب جثة دولفس وقطع الحبل عن إيدين مايا، ساب لها السكينة قبل ما يمشي وهو بيجر الجثة على الأرض. لما مشي حتى روتر، مايا فاقت ودخلت جثة ديبي العربية النقل قبل ما تكمل طريقها، ناوية ترجع بيتهم. لكن وقفت في نص الطريق وقررت ترجع تنتقم. عن طريق يافطات الطريق، مايا لقت باب المخزن في الأرض ونزلت وهي شايلة مسدس لقيته في العربية النقل. المخزن كان كبير، ومايا شافت حاجات تخوف كتير زي سلاسل وهي بتدور على المكان الصح. في الآخر لقت كرسي تحت ضوء جامد وسمعت دوشة. كملت تتحرك عشان تشوف عن قرب، وشافت روتر بيشرب وبيسمع راديو. هو كمان شافها في ساعتها، بس قبل ما يعمل حاجة مايا قتلته بسهولة بطلقتين. بعد كده فتشت الكرسي ولقت حبل، وفهمت إن ده المكان اللي كانوا حابسينها فيه قبل كده. بعدين مايا مشيت في ممر ورا ولقت أوضة غريغوري الشخصية. كان فيها كلمات مجنونة منقوشة على الحيطان، وعشرات الشموع محطوطة مع صور شيل وحاجاتها الشخصية وشوية رسومات تخوف. في اللحظة دي دخل سكير كرو الأوضة وقعد وهو بيقول لمايا إنه ما بقاش فيها غير الألم، لكن صححت له وقالت له ما بقاش فيها أي حاجة. بعد ما قال لها إن هو حررها، مايا خلته يقلع القناع بتاعه. غريغوري قلعه قبل ما يعلق على إن مايا هي ضحيته الوحيدة اللي عمرها ما نجت. قال لها تاني إن شيل كانت هي النور الوحيد في ضلمته. مايا علمته إنها جت عشان تقتله، لكن فهمت إن هو الحاجة الوحيدة اللي باقيالها عشان عيلتها وصاحبها ماتوا. رمت المسدس عشان فاضي. غريغوري قرب عشان يشمها، وشوية وبقوا بيواسوا بعض في وحدتهم. لما شتتت انتباهه، مايا طعنته وفضلت تبص فيه وهو بيقع على الأرض. غريغوري قال لها إنهم بقوا زي بعض قبل ما تخلص عليه بالمنشار. الصبح مايا خرجت من المخزن وهي شايلة قناع غريغوري. اتأكدوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الإشعارات عشان تقدروا تشوفوا فيديوهات أكتر زي ده. شكراً على المشاهدة.